السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعيني على قناتي على اليوتيوب إبداعات ندى. النهارده بإذن الله وصفتنا عن رز بلبن بكل تفاصيله بقى بكل أسراره عشان يطلع معانا أحلى من بتاع المحلات كمان. هقول لكم ايه اللي بيخلي الطعم بتاعه يبقى كويس زي بتاع المحلات وايه الاسرار بتاعته، وهقول لكم كمان ازاي ما يعملش طبقه على الوش وينشف لما نيجي نشيله في التلاجة. اوقات كتير بنجيبه من التلاجة بنلاقيه عمل، لو بقى عندنا اطباق يعني بنلاقيه عمل طبقه من على الوش كده ناشفه. انا هقول لكم بقى ايه ازاي ما يعملش الطبقه الناشفه معانا ديت. قبل ما ابدا الوصفه بتاعتي معاكم النهارده حابه اقول لكم ان الفيديو ده بالتعاون مع قناه ناجحه جدا وقناه جميله جدا على اليوتيوب، اكيد كتير منكم مشترك عليها لانها قناه روعه، قناه مطبخ ميني. انا بصراحه متابعاها بستفيد منها جدا، قناه متميزه في فن الطبخ من الالف للياء. لو دخلنا على قوائم التشغيل اللي هي عاملاها لنا على مطبخ ميني جميله جدا، منظمه لي كل الفيديوهات اللي بتنزلها. عندي مشروبات ومثلجات، رز ومكرونه، كوكيز وبسكوت، مقبلات، حلويات، معجنات، اطباق رئيسيه، كيك. يعني مش هتتوهي ولا هتتعبي انك تحصلي على اي وصفه بسهوله. تدخلي على قوائم التشغيل وتلاقي كل اللي انت عايزاه. لو دخلتي بقى على الفيديوهات بتاعتها هتلاقي الفيديو الشهير اللي معدي اكتر من 3 مليون مشاهده، طريقه عمل الكيكه الاسفنجيه بكل تفاصيلها. عامله لنا كمان الجبنه الموتزاريلا، عامله لنا اللانشون البيتي، كل حاجه بدل ما نشتريها من بره عاملاها لنا في البيت. والاحلى من كده انها بتتميز بالتقديم الراقي وتزيين الاطباق بطريقه جميله جدا. عايزاكم تدخلوا قناتها، واللي مش مشترك يعمل سبسكرايب ويفعل طبعا الجرس عشان يوصل له كل الاشعارات والفيديوهات الجديده ان شاء الله. يلا بقى ندخل بقى نشوف الفيديو بتاعنا المقادير بتاعته ايه ونعمل الوصفه بتاعتنا مع بعض. المقادير بتاعتي بسيطه جدا. بحتاج لتر من الحليب او اللبن، بحتاج نص معلقه صغيره من الفانيليا، كوبايه ونص سكر. السكر اختياري، الناس اللي بتحب تزود سكر تزود، والناس اللي بتحب السكر قليل تقلل عادي. دي كوبايه رز مصري مغسوله، وممكن تنقعيها قد ساعه كده ولا حاجه. النقع هيساعد معاكي في السوا. مش عايزه تنقعيها خلاص مفيش مشكله، بس اهم حاجه ايه كوبايه رز مصري مغسوله. وعندي الحاجات بقى اللي بتعلي التست، ودي اختياري يا جماعه، يعني اللي مش عايز يحطها ما يحطهاش. ايه اللي بيعلي التست بقى ويخليه احس كده ان الرز بلبن دسم كده وعالي عالي في التست كده وطعمه حلو؟ في كذا حاجه. يا اما نضيف قشطه، القشطه دي ممكن تكون معلبه، ممكن تكون وش اللبن اللي انت بتلميها من على وش الحليب او وش اللبن دي عادي. ممكن تبقى كريمه لباني، ممكن تبقى لبن بودر او حليب بودر اللي هو زي نيدو والحاجات البودر دي برضو بتعلي التست قوي معايا. دي اختياري، لو انت ما عندكيش حاجه من الثلاثه دول هيطلع معاكي زي الفل وهيبقى جميل وهيعجبك قوي. بحتاج معلقتين كمان من النشا، دول هدوبهم في الاخر وهضيفهم عشان يزودوا لي القوام او يربطوا لي الرز بحليب بتاعي. عندي للتزيين بقى ده برضو اختياري، يعني ممكن تحطي زبيب لوحده، ممكن تحطي جوز هند لوحده، ممكن تشكلي في ممكن لوز، ممكن بندق، ممكن فستق حلبي. ده بقى اختياري حسب امكانياتك وحسب ايه اللي موجود عندك، مفيش اي حاجه فيه اجباري. كده شفنا المقادير، يلا بينا بقى نشوف ايه الطريقه. هنا هولع على اللبن عندي يسخن. انا هخليه عندي يوصل لدرجة الغليان عشان احط عليه رز، وهوريكم هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين معايا كده اللبن بقى خلاص اهو دخل في الغليان. هنزل عليه بقى في كوباية الرز اللي عندي، وهنزل كمان بالقشطه اللي عندي، او لو انت عندك بقى الكريمه اللباني او اللبن النيدو تدوبيها في ميه برضه تحطيها. طيب انا دلوقتي ما سلقتش الرز كده هيستوي. ايوه هيستوي. احنا لو خدنا بالنا الرز اللي بناكله في المحلات او بنجيبه من بره بيكون عندي بحس ان الرز مش مسلوق، مش مهري كده. واللي احنا بنعمله في البيت بالطريقه العاديه لما بنسلق الرز بتيجي تاكلي تحسي ان انت بتاكلي رز. ده الفرق بقى. هما يا جماعه بينقعوا الرز ده في اللبن، في ميه ولبن طبعا، ما بيعملوش لبن صافي زينا كده، بس بينقعوه
في اللبن، هو ده اللي بيخلي الرز ياخد تيست كويس قوي، ويخلي عنده طعمه معاه يبقى جميل، وتحس ان الرز ايه شارب من اللبن، بيشرب من اللبن ويبقى متغلف كده، وما يتهريش معايا لما يستوي، ويبقى طعمه جميل. اللبن هنا مش هيعطل سوى الرز، ما تخافوش يعني، تسيبوا الرز كده بس فيه بنفس الطريقه دي وشوفوه، هتلاقوه برضو ايه جميل، وهيطلع معاكم طعمه لذيذ جدا. طيب دلوقتي انا هسيبه يستوي؟ لا، انا هخليه يبتدي يغلي كده. يعني هو دلوقتي خلاص اهوت اللبن عندي سخن اصلا، هخلي الرز عندي يبتدي يغلي كده في اللبن، وهطفي عليه واسيبه منقوع في اللبن المغلي ده لمدة ساعة. بعد الساعة هنرجع بقى ونشوفه، هنلاقي شكل الرز معايا اختلف وحجمه اتغير، ونلاقيه بقى شرب خالص من اللبن ومن القشطة، وده اللي بيخلي طعمه ايه مختلف بقى عن اللي احنا بنعمله في البيت. انا دلوقتي بقى هدفع عليه اهو، وهرجع لكم بعد ساعة كده يكون اتنقع في اللبن، ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي، ونكمل وصفتنا ازاي. زي ما انتم شايفين كده يا امارات اهوت، بعد ما عدى ساعة نقع فيه الرز في اللبن والقشطه. شايفين الحبايه نفشت ازاي؟ اللبن كان سخن، عشان كده الحبايه نفشت معايا ازاي، وحتى قربت تستوي اهي، شربت بقى من الايه، من اللبن ومن القشطه اللي انا حطيتهم. مش زي ما بيقولوا بقى اللبن بقى مش هيخليها تستوي، لا ده بالعكس، هي اتنقعت اهي كده. كل رزايه بقى هيبقى طعمها ايه، طعمها معايا لبن وشوربه من اللبن اللي عندي. هولع بقى النار عندي على نار متوسطه، مش عاليه قوي يعني، وهسيب بقى الرز معايا لحد ما يستوي. مش هيكمل معايا ربع ساعه وهبص الاقيه استوى، واحط بقى ايه عليه السكر والفانيليا، ونشوف هيعوز النشا بقى ولا ايه. انا طبعا بحط النشا عشان اتقل قوامه شويه. الناس اللي بتحب الرز يبقى شويه واللبن اكتر تزود فيه اللبن شويه. الناس اللي بتحب لا كده معقول، فخلاص كده معقول معايا زي ما تحبوا. احنا كده كده معلقتين النشا هندوبهم في كوبايه ميه او كوبايه لبن لسه، فهيزود لي السائل شويه. هنسيبه بقى يستوي معايا كده 10 دقايق ولا حاجه، ونرجع تاني. شايفين هنا عندي الرز بقى عندي استوى اهو، كملش ربع ساعه وتلت ساعه. وشايفين الرز اهو استوى، والحبايه محتفظه بحبتها زي ما هي، ما اتهراش معايا. وبقى الرزايه كلها شاربه من اللبن اللي عندي، بقى عامل زي رز معمر كده، مش عباره عن رز مسلوق واحط عليه اللبن وخلاص. لا، ده الفرق بقى في الطريقه دي. هنزل بقى بالسكر، وزي ما قلنا السكر اختياري، انا حاطه مثلا كوبايه ونص. انت ممكن تحطي بقى اقل، تحطي اكتر حسب الايه السكر ما بتحبوه. وهجيب عندي بقى معلقتين النشا هدوبهم في كوبايه ميه، او ممكن في كوبايه لبن عادي بقى زي ما انت عايزه، وازود بيه بقى عندي الايه الرز اللي عندي. لو انت عايزه الرز اقل بتزودي حليب تاني، يعني ممكن نزود حليب تاني كده لو انت مش عايزه الرز بتاعه يبقى كتير وعايزه فيه الحليب اكتر. ولا في حاجه لازقه عندي في القعر ولا اي شيء خالص، اهو جميل خالص. هحط عندي بقى دلوقتي نص معلقه فانيليا، ممكن فانيليا سايله. الناس اللي بتحب ميه الورده او ميه الزهر، وميه الزهر بيبقى حلو قوي. لو الناس بتحب ميه الزهر ممكن تضيف ميه زهر عادي. انا هنا حطيت فانيليا فخلاص مش هحط ميه زهر. هجيب بقى عندي النشا، معلقتين النشا اللي انا قلت عليهم، معلقتين كبار نشا اهمت، وهحطهم في ايه، في كوبايه ميه ادوبهم فيهم واضيفهم للرز عندي عشان قوامه يتقل بقى ونغرفه. بس لازم النشا عندي يغلي كويس مع اللبن عشان ما يبقاش طعم النشا ني، لازم يتحط مع اللبن ويستوي اهو. هنا النشا اهو هضيفها بقى كده عندي اهو.
اول بقى ما يغلي زي البشاميل كده والقوام يتقل معايا ويغلي معايا، هصفى عليه بقى ونبتدي نغرفه. واستنوا بقى عشان تكملوا معايا الفيديو وتعرفوا ازاي اخليه بقى ما يعملش وش ناشف معايا. لو انا سبته يعني يوم ولا حاجه، ازاي ما يعملش وش ناشف معايا. هنا زي ما انتم شايفين الرز بلبن عندي انا غرفته، شايفين ابتدى يتقل اهو. يعني هو كان خفيف خالص زي البشاميل الخفيف، كل ما بيبرد بيتقل معايا. هو طبعا هنا عندي لسه سخن اهو، سخن جدا كمان، وانا حطيت على وشه جوز الهند والزبيب واللوز. بس شفتوا ما نزلش جواه، ده دليل على انه ابتدى يتماسك مع انه لسه سخن. هقول لكم بقى ازاي بقى اخلي الوش بتاعه ما ينشفش لو انا احطه في التلاجة. انا بعمل ايه؟ انا لما بكون هناكله اللي احنا بناكله بزينه بالشكل ده وبحطه في اطباق عاديه زي ما احنا شايفين. هقول لكم بقى بعمل ايه في اللي مش هناكله. شايفين العلب دي؟ العلب دي بتتباع في محل البلاستيكات، واحنا لما بنروح نشتري من اي مطعم بيدينا في العلب اللي زي دي، او لما بنكون في حفلات او في اي حاجه بنلاقي الحلويات او الرز بلبن او الحاجات بتبقى جايه لنا في علب زي دي في المطاعم بقى، ولما بنشتري جاهز او كده العلب دي بتبقى جاهزه كده. انا بقى بعمل ايه؟ بجيب العلب دي او ممكن يكون عندك اطباق زي دي برضو عادي مفيش مشكله، في منها بيتباع بغطشان، اهم حاجه تكون لها غطا يعني، عشان ده اللي هيخلي لي الوش ما ينشفش معايا. هما بيبقوا شكلهم عامل ازاي؟ بتبقى زي دي كده اهي، علبه اهي، هي ادي العلبه وادي الغطا بتاعها. هي طبعا رخيصه خالص مش غاليه، يعني ممكن تستعمليها حتى مره واحده وترميها لما يكون عندك عزايم في رمضان او حاجه. حلوه جدا بقى ان انت بتجهزيه من قبلها، سواء هتعملي بقى ايه مهلبيه، قمر الدين، رز بلبن، كاسترد، الحاجات كلها اللي بتنشف منك دي هتحطيها بقى في علب زي دي بغطا كده وتحطيها في التلاجة. والاحلى بقى ان انت بتعمليها من قبلها بيوم ما بيجرالهاش اي حاجه، وبتبقي مطمنه انها تفضل فريش ومش هتنشف معايا، وبتحطيها بقى في التلاجة عندك وكده تستريحي من الحلو عندك، بتبقي جهزتيه. الغطا ده بقى هو ده اللي مش هيخليها تعمل ايه وش ينشف عندي. انا بقى بجهز بقى اللي احنا هناكله بحطه في اطباق زي كده، واللي مش هناكله او هحطه في التلاجة بقى لتاني يوم او تالت يوم بحطه في علب محكمه الغلق زي دي كده. هوريكم اللي انا عملته هنا اهو. اللي انا عملته اللهم بارك، كوبايه الرز عملت معايا كميه كبيره جدا اهو، شايفين؟ وبجيب عندي بقى الايه الغطيان زي ما انا قلت، وابتدي اغطيهم بالشكل ده واحطهم بقى في التلاجة وكده، هيفضلوا عندي جمال جدا ومش هينشف معايا الوش وهيبقى كأنه لسه معمول. بالشكل ده شايفين؟ اللهم بارك اهو، عملوا لي كميه جميله. طبعا ما نغطوش يا جماعه غير لما يبرد عشان ما يعرقش عندي ويعمل نقط ميه على الغطا. يعني شايفين هنا البخار ابتدى هو يتجمع على الغطا، عشان بقول لكم هو لسه سخن ما بردش، بس انا حبيت اوصل لكم الفكره. احنا طبعا نستنى لما يبرد عشان ما يعملش بخار بالشكل ده. وده كان رز بلبن بتاعنا النهارده، ودي كانت فكرتنا بكل تفاصيله زي بتاع المحلات واحلى كمان. عايزه اقول لكم ان الطعم روعه بجد، جميل جدا، ما فيش فيه طعم بقى اللي هو كانك بتاكلي رز بس، لا، طعم الحليب بقى، طعم اللبن باين فيه وطعم القشطه باين فيه، وغني جدا وطعمه لذيذ قوي فعلا، طعمه مختلف عن لما بتسلقوا الرز. اتمنى الوصفه النهارده تكون عجبتكم، واتمنى بقى تجربوها وتقولوا لي رايكم ان شاء الله. وباذن الله اشوفكم في فكره تانية وفيديو تاني في وصفه تانية على قناه ابداعات ندى. ما تنسوناش طبعا الشير واللايك والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.